الرحمن الرحيم وبشركم بسنة سودة. إمام عاشور وقصة إمام عاشور في قصة في الزمالك في ميتلاند والعقد اللي اختفى، لكن في قصة تانية كبيرة جوه النادي الأهلي. طيب يعني عدد كبير جدا من جمهور النادي الأهلي تساءل وطرح التساؤلات بالأمس على عدم حضور إمام عاشور لحفلة النادي الأهلي أو حفلة تكريم النادي الأهلي. بالمناسبة رضا سليم كان موجود، رضا سليم وكل الصفقات الجديدة كانت موجودة، كريم نيدفيد، كل اللعيبة كانت موجودة إلا إمام عاشور. لذلك جمهور النادي الأهلي طرح العديد من الأسئلة والعديد من الشكوك طبعا أثيرت على عدم وجود إمام عاشور في الحفلة. قبليها ايضا كل اللعيبه كانت موجوده او اتصورت بالتيشيرت الجديد الا امام عاشور برده ما كانش في جلسه التصوير. فبدات يعني الكلام ده مش طبيعي، يعني لو الكلام الطبيعي ان انت جايب لعيب نجم صفقه سوبر ستار من الغريم التقليدي بتبتدي تبروز فيها بشكل كبير جدا، بتبتدي تصدرها للسوشيال ميديا عشان تحقق منها ارباح وبيع تيشيرتات، يعني حاجات تسويقيه بشكل كبير جدا ما بتحصلش. فجمهور النادي الاهلي جمهور واعي شويه ومثقف شويه، فبدا يحاول او بدا يلاحظ ان امام عاشور بعيدا عن المشهد بشكل كبير. ايه القصه؟ حاج الورش ده مش الراجل ليه نفر والاثنين الحريم بيتحاسبوا نفر؟ ايوه انا. طب كيف انت يعني عاوز تبوظ شرع ربنا؟ القصه بدات من ماتش حرس الحدود، وعندما انضم امام عاشور بشكل رسمي للنادي الاهلي جمعته جلسه خاصه بكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره، قبل الماتش، قبل اول ما اتعاقدوا معاه تمام، قال له يا ابني احنا مش بتوع قصف جبهات، احنا مش عايزين نسخن جمهور المنافس علينا، احنا بنرد في الملعب، ما بنطلعش نرد على اي حته سواء في الفيديوهات او في الستوري او في الانستجرام او الحاجات اللي هي طالعه اليومين دول. فكلام كابتن خطيب كان حازم. الاهلي نادي عملي، هو قال له كده نادي عملي، نادي بتاع كوره وملعب بالظبط. فكابتن الخطيب كان حازم بشكل كبير جدا وقال له حاول تبعد عن الظهور يعني الكتير، ومنعه من ماتش او من حضور ماتش حرس الحدود. تمام. ولكن ده ما حصلش. امام عاشور ممكن يكون ما استوعبش الكلام شويه، يعني راح حضر المباراه ونزل وشاور لكهربا وعمل وسوى، وكان ترند اليوم اكتر من تتويج بالاهلي بالدوري اصلا. كابتن الخطيب استاء من الموضوع ده، كابتن حسام غالي استاء ايضا من الموضوع ده وطلب اعاره امام عاشور. كابتن حسام غالي عضو مجلس اداره النادي الاهلي طلب اعاره امام عاشور نظرا لان هو شايف ان هو مش هيبقى مولف على قصه النادي الاهلي او مبادئ النادي الاهلي، ولكن كولر وكابتن محمود الخطيب رفضوا ذبح اللاعب. ده امر قوي جدا انت بتقوله ده. في صدام ما بين كابتن حسام غالي وكولر والخطيب بسبب امام عاشور. حسام غالي شايف ان امام عاشور مش هيبقى لعيب مفيد للنادي الاهلي لان فكره خارج الملعب مش بتاع النادي الاهلي. كولر والخطيب شايفين ان هم يقدروا يسيطروا على اللعيب بشكل كبير جدا وهيجعلوا منه افضل لاعب خط وسط في مصر. فمن هنا حصل الصدام ما بين حسام غالي ما حضرش امبارح بسبب القصه دي، لان كان في صدام بسبب الموضوع دوت. ولكن كابتن الخطيب طبعا ليه الكلمه العليا وكولر طبعا فنيا، فتمسكوا باللعب بشكل كبير جدا وشايفين ان هم يقدروا يسيطروا على امام عاشور الفتره الجايه. تمام. اذا امام عاشور غاب امبارح عن الاحتفاليه، غاب ايضا كابتن حسام غالي. واضح ان في خلاف ما بين كابتن الخطيب وكابتن حسام غالي على امام عاشور، على صفقه امام عاشور وعلى تصرفات امام عاشور. يمكن احنا طلعنا واتكلمنا وقلنا قبل كده ان امام عاشور لازم يبقى عنده ضبط نفس شويه، الامور مختلفه تماما داخل النادي الاهلي فيما يخص الالتزام، فيما يخص يعني التعامل مع السوشيال ميديا. ويمكن لسه امام عاشور مش مدرك والله انت بتخليني دلوقتي لو معايا خنجرين اجيبهم كده وارشع واحده في قلبي وواحده في طيزي عشان استاهل، لان انا استاهل، ان انا مش فاهم ان انا راجل حيوان. ايه الهدف من الفيديو ده؟ صدقني انا لو اعرف اقول لك، انا ذات نفسي مش عارف.